خلونا نتخيل المشهد. كاميرا مهتزة، ممر مظلم. الصوت الوحيد اللي ممكن نسمعه هو صوت أنفاس خايفة. هذه مو مجرد حكاية، لا، هذه تسجيل شيء كان المفروض يفضل مدفون للأبد، سر أعمق بكتير من أي تخيل. هذا الاقتباس هو مفتاح كل شيء. الفكرة هنا إن الجدران مو بس تسمع، لا، هي تحفظ كل كلمة تنقال، كل همسة، كل صرخة، وتسجلها للأبد. قصتنا تبدأ مع شخص اسمه عمر ورث شقة قديمة من عمه هذا كان شخص غامض طول عمره، وهذا الإرث ما كان إلا امتداد لهذا الغموض. شوفوا، عمر مو أي شخص، عمر مهندس صوت، بس مو أي مهندس صوت، هو مهووس بالأصوات اللي ما حد يسمعها، الأصوات المخبأة في صمت العالم. وهذا الهوس هو بالضبط اللي خلاه الشخص المناسب، أو يمكن نقول الضحية المناسبة، عشان يكشف سر الشقة هذه. وهنا يبدأ كل شيء. الوصية كان فيها شرط واحد، بس شرط غريب جدا، يقول ممنوع تشيل ورق الجدران القديم. تخيلوا، مو مجرد نصيحة، لا، شرط ملزم، شيء يخليك تسأل إيش ممكن يخبي ورق جدران؟ طبعا الفضول سيطر على عمر. في أول ليلة ليه هناك ما قدرش يقاوم، جهز كل معداته، أجهزته الدقيقة جدا، وقرر إنه يستكشف هذا الصمت الغريب اللي مالي المكان. في البداية ولا شيء، بس ضجيج أبيض. تعرفون هذا الصوت؟ كأنه التلفزيون بدون إشارة، صوت الفراغ، صوت العدم. لثواني عمر حس بخيبة أمل. لكن عمر خبير بشغله، بدأ يشتغل على برامجه، يفلتر الإشارة، يشيل طبقات التشويش هذه طبقة وراء طبقة، كان يدور على أي شيء، أي نمط، أي صوت مدفون تحت كل هذه الفوضى. وفجأة من وسط هذا الضجيج طلع صوت، همس خفيف شبه ضايع، بس واضح كفاية إنه يجمد الدم في العروق. صوت قديم، صوت كأنه جاي من عالم ثاني. هنا عمر تجمد في مكانه، استوعب الحقيقة اللي العقل ما يصدقها. هذا مو تشويش راديو، هذا شبح صوتي، صدى من الماضي، محبوس بطريقة ما في جدران الشقة. الاكتشاف هذا ما وقف عند همسة واحدة، الموضوع تحول بسرعة لأرشيف كامل، أرشيف مرعب من التاريخ. عمر قرر يخلي أجهزته شغالة، يبي يشوف آخرة القصة هذه. واللي لقاها شيء يكسر كل قوانين المنطق والفيزياء. أصوات من الأربعينات تتكلم عن الحرب والإنجليز، وأصوات ثانية من السبعينات يغنون في عيد ميلاد. أجيال كاملة، لحظات منسية، كلها مسجلة ومتشابكة في بعضها. وهنا كل شيء صار واضح. ورق الجدران القديم، تحذير عامة، كل هذا كان له معنى. الورق هذا ما كان مجرد زينة، لا، كان نوع بدائي من أشرطة التسجيل، شريط ما يسجل أي شيء، يسجل بس أقوى اللحظات، أقوى المشاعر، قمة الفرح وأعمق درجات الألم. وهنا القصة تأخذ منحنى ثاني تماماً، تنتقل من الاكتشاف المذهل للرعب الحقيقي. عمر صار مهووس، يسمع لساعات وساعات، يحاول يفك شفرة التاريخ المحبوس في جدران بيته الجديد. سمع كل شيء، سمع مشاجرات عنيفة، وسمع لحظات حب هادية. صار كأنه مدمن على الحياة، ناس ما يعرفهم، يدور على أقوى التسجيلات، أقوى المشاعر. ما كان يدري إن هذا الإدمان بيوصله لأظلم سر في الشقة كلها. بعدين سمعها، صوت مستحيل تغلط فيه، صرخة حادة ومكتومة، كأن في إيد تسكر فم صاحبها في آخر لحظة. وبعد الصرخة مباشرة صوت ارتطام ثقيل، صوت جسم يطيح على الأرض. وبعدها صمت ما يقطعه إلا صوت واحد، بطيء ومنتظم، صوت سائل يقطر على الأرض، نقطة ورا نقطة. عمر فهم، هو سمع لحظة موت شخص، عرف إنه لازم يوقف، لازم يهرب من هذا الجنون. بس الفضول كان أقوى، كان باقي غرفة واحدة ما فتحها، الغرفة اللي كانت مقفولة طول الوقت. فتح الباب ودخل الغرفة اللي في آخر الممر. الغرفة كلها كانت مغطاة بورق جدران أحمر غامق، أحمر بلون الدم الجاف. الإحساس هنا كان مختلف تماماً، ثقيل يخنق الأنفاس. شغل جهازه وكان متوقع يسمع أسوأ شيء ممكن، بس الغريب ما كانش فيه أي صوت، صمت مطبق، حتى الضجيج الأبيض اختفى. للحظة عمر حس بالراحة، يمكن هذه الغرفة طبيعية. وفجأة صوت اخترق الصمت
بس هذا الصوت كان مختلف، مو قديم، مو مشوش، كان واضح، نقي، كأنه معاه في نفس الغرفة. والرعب الحقيقي أن الصوت نطق باسمه. عيون عمر تحولت ببطء لجهاز التسجيل اللي في يده، للضوء الأحمر الصغير، اللي يعني إن الجهاز قاعد يسجل. الضوء بدأ يرمش مرة، مرتين، بعدين مع صوت كهرباء خفيف انطفى، وكل شيء صار ظلام وصمت. هنا كانت الحقيقة الأخيرة، الحقيقة المرعبة. كل القواعد اللي عمر كان يظن إنه فهمها كانت غلط. الجدران هذه ما كانت تسجل الماضي بس، هذا الجدار الأحمر بالذات كان يسجل الآن، وعمر كان هو التسجيل الأخير.